السلام عليكم. الموضوع العاشر من الهيكل اللي هو find the distance between بين يا two equations يا equation and a point. واضح؟ هذا من الأسئلة الموضوعية، اختيار من متعدد، فأنا راح أعلمكم طريقة سريعة بعيدة عن طريقة الكتاب. واضح؟ طيب ركزوا معي. لا قال لك find the distance between two equations، وكان السؤال معطاي بهالطريقة، يعني y equals 7 y equals minus 1 فقط، مو نفس هذا. اوكي، بهالطريقة اعطاك اللي هي الاقترانات اللي يكون مرسوم بهالطريقة. واضح؟ هذه يا شباب كيف نتعامل معاه؟ بكل بساطة دي يعني distance يساوي تفتح اللي هو الابسوليوت فاليو وتحط ماينس بالنص، تاخذ اي رقم عشوائي 7 وماينس 1 وتحلها، تلاقي الماينس يصير بوزيتيف صح؟ 7 زائد 1 8. شو الابسوليوت فاليو للثمانية؟ 8. هذه هي الديستنس. طيب نفس الشيء إذا كان إكس absolute value ماينس سالب 6 و5 متفقين، أزيدهم سالب 11. شو يطلع الجواب عندي؟ الابسوليوت فاليو للماينس 11 صح؟ طيب في حال إنه أعطاني equation linear equations بهالطريقة فيها slope وفيها y intercept، خليني أعلمكم كيف نتعامل معها. طيب أعطيكم طريقة سريعة كيف تتعاملوا معها. أول شيء شباب جميعكم تعرفون من الفصل الأول كيف أكتب الإيكويشن بالسلوب انترسبت فورم، يعني تكون الواي بصوب كل شيء ثاني على الصوب الثاني، يعني الواي تكون معزولة، الواي بروحها بهالشكل. هذه في هذه المسألة الواي معزولة وهني الواي معزولة. طيب أبدأ حل. شوف شو أسوي. أحط دي ايكوال، ركز معي، دي ايكوالز، أحط خط absolute value وأحط هني روت، ركز معي، ناقص زائد في كل الأمثلة. اتفقنا؟ طيب شو نكتب الحين فوق تكتب الواي انترسبت للأول كم؟ موجب 10 تحط 10. كم الواي انترسبت للثاني؟ ما في صح؟ الواي انترسبت اللي هو الرقم اللي بدون حرف الكونستانت تيرم. واضح؟ ما في شيء، احط 0. طيب تحت شو احط؟ السلوب. كم سلوب؟ طبعا شباب انتو باراليل لاينز، يعني يكون السلوب نفس الشيء 3 وتعطيها سكوير زائد تروح على الكوفيشنت للواي. الكوفيشنت للواي هني 1، هو المفروض احط سالب 1 سكوير بس تجاوزا لان اختيار متعدد خلاص هني 1 حط 1. هو اصلا دائما هذه 1، ليش؟ لاني انا كتبت المعادله بالاسلوب انترسبت فورم فاكيد لازم تكون 1، يعني دائما هذه في كل الامثله راح تكون 1. الصحيح انها تحط سالب 1 لكن ما علينا. طيب هذه الاله الحاسبه، شوف كيف احط بالاله الحاسبه فراكشن او شيء، هذا الخط تحط فراكشن. واضح؟ شوف فراكشن كيف تحط الابسوليوت فاليو، شفت هذا القوس وتحط 10 ناقص 0 10 صح، تروح تحت تحط روت اللي هو الجذر، هذه هي الروت. 3 سكويرد، هذه 3 سكويرد بلس 1 سكويرد، كم يطلع معك الجواب؟ جذر 10. ممكن انت ما يكون حاط لك الجواب بهالطريقة، تحط اس دي، اذا حصلت هذا الجواب كان به، ما حصلت تضغط على اس دي الجواب 3.16. واضح؟ هذه اسرع طريقة تحل بها هذا السؤال. يلا نحل بنفس الطريقة. هذا هل التو ايكويشنز الواي فيهم معزولة او مكتوبين بالسلوب انترسبت فورم؟ نعم. يلا نكتب دي. شو يعني دي؟ يعني distance، احط خط absolute value square root ناقص زائد. يلا نبدأ حل. شو نحط فوق؟ اللي هو الواي انترسبت 26 ناقص، هني ما في شيء 0. نروح تحت كم السلوب؟ ناقص 5. لو حطيتها 5 سكويرد عادي. واضح؟ تجاوزا نحطها 5، خذ الرقم بدون الإشارة. وهني قلت لكم دائما 1 اللي هو معامل الواي. يلا نروح على الآلة الحاسبة مرة ثانية. الابسوليوت فاليو شيفت ابس او سوري فراكشن نحط اول شيء، شيفت وهذا 26 على هذا سكوير روت 5 سكوير بلس 1 سكوير، كم يطلع معك الجواب؟ جذر 26 صح؟ هذا طلع معنا جذر 26، هذا طلع معنا كم قبل شوي؟ جذر 10. يلا هذا بنفس الطريقة. أصعب شيء ممكن يجيك بهذا السؤال إنه ما يكون بالسلوب انترسبت فورم. طبعا من أسهل الأشياء إنك تعزل الإيكويشن. يلا دي يعني distance equals هذا fraction square absolute value وسكوير روت.
ناقص زائد. شو نحط هني اللي هو الواي انترسبت. أبدأ بهذا ولا بهذا ما في فرق. 3 وهذه 9 حط 9. هني شو نحط السلوب معامل الإكس 1 إذا ما في شيء يعتبر 1 سكوير زائد هني قلنا دائما 1. يلا نحلها. 3 ناقص 9 سالب 6 والأبسوليوت تشيل السالب فيطلع عندك 6 الجواب. واضح؟ هني 1 زائد 1 2 يعني جذر الاثنين فبهالشكل 6 تقسيم جذر 2 تطلع 3 جذر 2. استخدم الآلة الحاسبة. أوكي طيب يلا هذا بنفس الطريقة distance equal absolute value square root ناقص زائد. شو الرقم اللي عندك؟ سالب 5 وهذا 5. لو بديت العكس عادي. كم السلوب؟ سالب 2. إذا تحط 2 عادي تجاوزه سكوير. هني قلنا دائما 1. هذين نزيدهم يطلع الجواب معك 10 تقسيم. استخدم الآلة الحاسبة بهذه كلها عشان يعني تضمن انك لا سمح الله ما تغلط. 2 سكويرد 4 زائد 1 سكويرد 5 يطلع جذر ال5. اتفقنا؟ يطلع الجواب 2 وجذر ال5. طبعا اذا كتبت يونتس هني طبعا هو هذا اختيار متعدد فانتبه. هذا السؤال مثلا عندك المعادلة الأولى معزولة لكن الثانية لا، فأنا أعزلها. بكل سهولة العزل يتم. يعني الأولى قلنا معزولة صح؟ خلينا نعزل الثانية. 4y minus x equals 16. كيف نعزلها؟ أذكركم من الفصل الماضي تحط دائرة على الواي مع الحرف اللي لاصق به وطاف مؤقت. شو عدالها؟ minus x plus x copy paste. الفصل الماضي صح؟ يلا نكتب اللي داخل الدائرة 4y equals 16 plus x. الواي ما بروح أقسم على 4 على 4 على 4 خازت. صارت y equals 60 تقسيم 4 15 زائد x على 4. الحين صارت معزولة. شوف هذه خلاص ما نحتاجها. نحط المعادلة الجديدة بعد ما سوينا لها عملية تجميل وعزلناها. زائد x على 4. يلا الحين نفس الطريقة اللي قبل شوي. d equals خط absolute value هذا square root. هني ناقص وهني زائد. واضح؟ شو نحط فوق؟ الكونستانت تيرم الرقم اللي بدون حرف 2. وين مو تحط هذا اللي بدون حرف 15. هذا اللي رقم فقط بروحه يكون 15. واضح؟ هني ايش نحط؟ السلوب. السلوب اللي هو الرقم اللي لاصق بالاكس 1 على 4 سكويرد. شوف مو تحط هني سكوير لازم قوس. انتبه اذا استخدمت الآلة الحاسبة. زائد هني قلنا دائما 1. يلا هذا الفراكشن هذا الابسوليوت فاليو 2 ناقص 15. روح تحت سكوير روت 1 على 4 سكويرد. شوف كيف تفتح قوس تسوي فراكشن تحط 1 فوق وتحت 4 ثم تسكر القوس وتحط سكويرد. زائد 1 سكويرد اللي هي 1. يطلع الجواب عندك كم؟ 52 جذر 17 صح؟ اللي هو 52 تقسيم 17 أعتقد 4. لا أحس عندي في شيء غلط أنا. أربعة جذر 17 2 ناقص 15. طيب أنا طلع معي الجواب 52 تقسيم جذر 17. خلينا نتأكد إن حلي صح. أحس في شيء غلط بالإجابة. هاي الواي معزولة قلنا. هذه 4y هل عزلناها صح؟ 60 ناقص x صح تقسيم 4 60 على 4 15 صحيح 1 على 4. طيب كيف ناخذ الديستنس اللي هو الكونستانت تيرم 2. هذه 2 ناقص هذه كم؟ 15 صح. شفتوا خطأي وين؟ خطأي مو بهذا السؤال. أنا ناقله من الكتاب غلط. أنا ناقله من الكتاب إن هذه بلس 60 هذه ماينس 16 ماينس 60 سوري. واضح؟ حلنا بهالطريقة صح لو كانت 60 لكن هذه ماينس 60. واضح؟ طيب ما علينا خلاص انتم ما شيء فهمتوا الفكرة. نروح على بعدلها لكم بالورك شيت يوم احطها في التليجرام ان شاء الله. طيب بالنسبة لهذا ايكوالز 3 نعزلها. كيف نعزلها؟ طبعا ثنتين يبغى لهم عزل الأولى والثانية. هذه الواي نعزلها دائرة طاف مؤقت 3x وعكسها ماينس 3x كوبي بيست خوزها. يلا واي ايكوالز 3 ناقص 3x. عزلنا الأولى نروح على الثانية اللي هي واي بلس 17 ماينس 3x.
يلا كيف نعزلها؟ دائرة طرف مؤقت ماينس 17 كوبي بيست y equals minus 3x minus 17. يلا كيف نحلها؟ distance equals تحط خط، هذه absolute value هني square root ناقص زائد. يلا الرقم اللي بدون حرف constant term هني 3 هني كم؟ مو 17، خذ الإشارة اللي قدامها دائما سالب 17، هذا يغير لك سؤال كامل. هني شو السلوب؟ سالب 3، خذ الثلاثة فقط سكوير، هني قلنا دائما 1. يلا نحلها نشوف هل يطلع معنا صح. هذا الفراكشن نحط فوق 3 ناقص 17 نروح تحت سكوير روت 3 سكوير بلس 1 سكوير، طلع معنا الجواب 2 جذر 10. اتفقنا؟ طيب هذا بنفس الطريقة، هذا حطوا لنا اياه بالكومنت، تعزلوا تحطوا لنا اياه بالكومنت، لازم تتمرن. واضح؟ وانا احط لكم الجواب بالكومنت اشيك على حلكم. طيب بالنسبة لهذا، هذا من اسهل المواضيع اللي ممكن تجيك، يعطيك مثلا equation، تمام؟ هذا لاين عبارة عن لاين والمسافة بين هذا اللاين وهذه النقطة. طيب شوف شو تسوي، تحط دي يساوي هالشكل وتحط ناقص، هذا واي صح؟ ركز مع الواي، تاخذ الواي هي 2 وتكتبها. لو كان عندك اكس مثل هذا يعني يطلع الجواب عندك 5. لو كان عندك نفس هذا وهني عندك اكس، تاخذ الاكس سالب 2 وتحط هذه الاكس اللي اعطاك اياها بالسؤال، الجواب عندك 6. بالنسبة لهذا يعطيك equation بهالطريقة، يقول لك جد المسافة بين هذا اللاين وهذه النقطة. شباب أريد منكم معلومة قبل ما تبدأ حل، تشيك هل هذه النقطة تقع على هذا اللاين؟ إذا تقع على هذا اللاين على طول الجواب 0. كيف أعرف أنها تقع على هذا اللاين؟ شوف تاخذ الإكس وتعوضها بهذه الإيكويشن، إذا طلع الجواب معك 5 تقع على اللاين. يلا ناخذها سالب 6 هني 1، يعني نكتب هذه المعادلة ونعوض بدال الإكس اللي هي 6، فنقول 1 على 6 ضرب إكس، إكس كم؟ سالب 6 زائد 6 صح؟ هذه مع هذه تخوص، صارت سالب 1 زائد 6، مختلفين أنقصهم نحط إشارة الأكبر، طلع نفسها صح؟ إذا على طول أقول الديستانس equals 0. الله يساعدكم.